عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي اسعد حال. بصوا بقى، انا كنت ناويه اعمل بث مباشر بخصوص كميه الاسئله اللي بتجيلي على الفندق اللي كنت فيه، او هو مش فندق، هو نادي وقريه، قريه الجوهره لضباط الجيش التاني الميداني. يا رب اكون نطقت الاسم صح، بس عامه هو واحد بس يا جماعه مش اتنين. هي القريه اسمها الجوهره، دي بتاعت الجيش، هي واحده بس. اسئله كتيره جات لي، واهمهم التفاصيل. والتفاصيل يا جماعه انا قلت ان انا حطاها في فيديو بعنوان الريفيو الكامل لنادي الجوهره. يعني انتوا لما مثلا لما حد يجي يبص على الفيديو من الفيديوهات اللي انا عرضها، يا ريت يا جماعه يخش في الفيديوهات نفسها. في الفيديوهات انا منزله عن فيديو الجوهره 5 فيديوهات، هو خامسهم. يعني اخر انا خليته فيديو الريفيو اللي هو اخر يوم ليا، هو كنت عامله ريفيو وانا هناك، هو اخر فيديو للفيديوهات الخاصه بنادي وقريه الجوهره اللي في هندوس على كلمه هو انت هتلاقوا العنوان، وهندوس على كلمه الوصف، هنلاقيها جوه فيها كل حاجه ازاي. فيها اول حاجه رقم التليفون، ازاي هتقدري تحجزي، وازاي تقدري وكل حاجه بقى في الكومنتات. الاسئله، كميه الاسئله الرهيبه اللي بتعيد نفسها. يعني حد باعت رقم التليفون فانا حاطه رقم التليفون، يجي اللي بعده عايز رقم التليفون فانا حاطه رقم التليفون، يجي اللي بعده رقم التليفون، والاسئله ما بتخلصش على ارقام التليفون. اخر سؤال على رقم التليفون ما جاليش رقم التليفون، جالي قال لي ايه بقى؟ على فكره الرقم ده غلط، علشان المفروض الكارنيه ده بيبقى مع القائد اللي هناك اللي بيحجز. يا جماعه انا اذا كنت حطيت رقم تليفون فحطاه علشان اساعدكم، لان انا ما لقيتش اللي يساعدني في الموضوع ده. يعني انا علشان اروح احجز هناك انا بنفسي خدت عيلتي ورحت، ولما رحت اكتشفت انه العدد بتاعنا عايز العدد بتاعنا 7، وما كانش فيه مكان ان احنا ثواني. العدد بتاعنا كان 7، وانا هناك كان في حد قاعد وكان جاي يحجز، وبرضه قالوا يا جماعه ما اتصلتوش بينا ليه؟ اضطريت ارد وقلت انا ما عنديش رقم تليفون ليكم، ما خدتش رقم تليفون اساسا ليكم. فقال لنا ازاي؟ وادانا الرقم ده ما بينه وما بين حد تاني، يعني ما بين واحد بينزل اجازه التاني بيروح ماسكه بيحجز من خلاله، واحنا هناك علشان نرد عليه ونقول له ان احنا هنقعد كمان بكره ولا لا. انا اتصلت بالرقم ده، فمعنى كده الرقم ده يا جماعه مش رقم خاص بيا، ولا انا بحجز، ولا انا اصلا قاعده على الريسبشن. يعني فاهمني؟ يعني انا ماليش دعوه خالص بالموضوع، ولا اكن لهم باي صله. زيكم ورحت حجزت وقضيت اليومين بتوعتي عشان نحجز زي نسمه ومش عارف ايه نسمه. طب ما هو طبيعي انا كل حاجه حطها لكم في الريفيو يا جماعه. عماله اقول، هو كذا حد يقول لي مش موجود في ريفيو في صندوق الوصف. اروح داخله مخليه اختي داخله من عندها تشوف في صندوق الوصف في حاجه ولا لا، الاقي في حاجه. طب ما كله فيه اهو. تعالوا اتمشوا معايا بقى. فموضوع صندوق الوصف ده اتحل خلاص، ويعني حضرتك هتكلف نفسك. ايه رايكم في الاضاءه النيله دي؟ حضرتك هتكلف نفسك لما تيجي تشوف الفيديو اللي انا عاملاه بتاع الغرفتين، الشاليه الغرفتين او الشاليه 3 غرف، هتكلف نفسك وتخش على بقيه الفيديوهات هتلاقي فيديو بعنوان الريفيو. نحجز ازاي وما نحجز ازاي ده انا قايلاه. اخر واحد كان باعت لي لا على فكره مش هو ده الرقم، انا مش هضحك عليك واقول لك الرقم ده ولا مش هو الرقم ده، تقدر تتصل بيه وتتاكد. ولو ما ردش عليك، انا كنت مشتركه اساسا في جروب كده لشاليهات فايت، فلقيت حد كان كاتب عايزين الرقم، حطيت لهم الرقم وقال لي يا جماعه الرقم بيقول انه هو ما بيردش علشان هما كومبليت لشهر 8. فايه انا ماليش دعوه ردوا ما ردوش، انا كده كده بديكوا الرقم وخلاص. ردوا دي مش مشكلتي، ما ردوش دي برضو مش مشكلتي. يعني في كلتا الحالتين انا حاولت اساعدكم، لان انا ملقيش حد يساعدني، وانا رحت برضو من غير ارقام ولا حاجه. حابب حضرتك تروح تحجز بنفسك، روح
عايز تتصل اتصل، انا ماليش اي علاقه بالموضوع خالص غير ان انا حابه اساعد وخلاص. واي حد قال كومنت انا رديت عليه بكل مصداقيه. فانا كل كومنت انتوا باعتينه رديت عليه بكل مصداقيه، ومتهيألي كده انا قلت كل حاجه. يا جماعه انا كنت رايحه على سعر شاليه كبير، كنت رايحه على سعر على انه 750، وانا لما رحت قال لي 1250. طبعا احنا كده كده كنا عدد فما فرقش معانا، وكده كده كنت جايبه ماما واخواتي وكله، فاوريدي كده كده هدفع، وكده كده انا عارفه الشاليه من جوه لاني اتفرجت زيكم على ريفيوهات كتير السنه اللي فاتت، وده اللي عجبني وده اللي تم الاختيار عليه، وقلت لهم يلا بينا نروح على طول. طبعا الاسعار مختلفه على ما اعتقد، برضو لو رحتوا في شهر 9 تقريبا ممكن ينزل شويه. ده اللي انا حسيته، ان انا لما بقلب 1250 والصغير ب1000 هما حلوين جدا، ما فيهمش اي غلطه يعني. هما فعلا يعني كفايه التكييف، متهيألي اللي بيحب التكييف هيلاقي، والاوضه الثالثه او الاوضه الثانيه اللي ما فيهاش تكييف كده كده فيها مروحه. اتكلمت كتير قوي على الموضوع ده. ويا جماعه التعليقات على قد ما انتوا فرحتني التعليقات وجابت لي نسبه مشاهده الحمد لله، وكتر خير اللي دخل وداس لايك وعجبته القناه. على قد ما في تعليقات يا جماعه انا مش فاضيه لها فعلا، يعني تعليقات انت لو دورت في الكومنتات هتلاقيها، هتلاقي اجابتك. اصحى من النوم الاقي البحر حلو ولا البحر مش حلو، انا برضو ده قايلاه في الفيديو. اصحى من النوم الاقي، على فكره ده مش ده الرقم الرقم ما بيردش، رقم غير متاح. طب انا مالي غير متاح؟ ما طبيعي غير متاح، اذا كان وانا هناك اساسا ما كنتش عارفه اتصل بجوزي، يعني انتوا فاهمين، انا وانا هناك ما كنتش عارفه اتصل بجوزي، ازاي هيبقى متاح بالنسبه لك؟ فيا ريت نراعي ظروف بعض، وهقول ايه بس، نراعي ظروف بعض، ومش اي وقت هعرف ارد فيه. اذا كنت انا برد عليك او عليكي فده من ذوقي، ما نزيدش بقى ونقعد نقول طيب البحر نضيف ولا مش نضيف. طب ما انت اصلا لو شفت الفيديو هتلاقي البحر، انا قايله في الفيديو ان البحر ما كانش لطيف بالنسبه لي انا. الاقي بقى بعد ده كله ثواني ما الاقي ايه بقى، حد ايه يقول لي طب على فكره البحر حاسس كده ان البحر ما كانش نضيف عشان ما كانش فيه غيرك في البحر، ولا عشان التصوير. برضو انا قايله يا جماعه ان انا نزلت البحر عشان انا كائن بحراوي، عشان انا بحب انزل البحر. انا ممكن لو شفت ترعه احب انزل فيها عادي خالص. واول ما نزلت انا مبدئيا انا نزلت عشان كنت نفسي انزل البحر، انا بحب انزل البحر. بحر اسماعيليه بقالي زمن ما نزلتوش كتير، من ساعه ما كنت حامل بس في ادم. وتاني حاجه علشان ماما كانت نازله البحر ما كانش ينفع تنزل البسين باللبس بتاعها العبايه او كده، لازم عشان تنزلي البسين لازم تبقي لابسه مايو اسلامي وكده. فبرضو نوع من التشجيع ان هي ما تبقاش قاعده لوحدها في البحر، فنزلت معاها، ومره كده ومره حد تاني ينزل معاها. المهم انا اول ما نزلت قلت ان يا الله البحر يبان نظيف ويبان لونه حلو، بس احنا لما نزلنا لقينا في زفلطه جامده قوي في الرمله من تحتيكي، اللي هو ايه ده، اللي هو احساس مش حلو مش لطيف. عشان برضو حد قال لي يعني ايه احساس مش لطيف، يعني في زملقه كده. ولما حكيت لواحده صاحبتي قالت لي علشان احنا لسه في شهر 5، يعني احنا يعتبر اول الناس تروح مثلا، استقبلنا الصيف، ما كانش برضو الموسم ابتدى، فاهمني؟ ف عشان كده البحر ما كانش نظيف، والله اعلم. برضو انا اصلا بحر اسماعيليه واخده عنه فكره مش لطيفه من ناحيه اهلي، ان هو مش نظيف وكده، او ما حدش بيعتني بيه، بس الله اعلم. هو بالنسبه لي ده احسن من بحر اسماعيليه، احسن من النوادي اللي في اسماعيليه نفسها. بحر شايد ده احسن من النوادي الاسماعيليه نفسها. ف يا رب اكون وفيت، وان انا قلت كل حاجه يا رب. بعد الكلام اللي انا قلته ده ما حدش يسال في حاجه. اللي عنده كلمه حلوه يقولها في الكومنتات، وكفايه اسئله علشان كل حاجه موجوده في الفيديو يا جماعه. اللي مكسل يتفرج ما يسالش بقى، يعني فاهمني؟ يعني اكيد مش هسيب حياتي وشغلي بيتي والكلام ده كله واقعد ارد على اسئله انا اصلا رد عليها، يعني اسئله رديت عليها كتير، والرقم التليفون ما غير متاح، ورقم مش عارف. طب انا مش عرفني، انا مش ساكنه هناك، ولا انا ساكنه هناك، ولا انا قاعده على الريسبشن، يعني فاهمني؟ رقم غير متاح، ما اعمل ايه يعني؟
ف كل سنه وانتم طيبه، كل سنه وانتم طيبين، و اقول باي باي. يا رب اكون انا قلت كل حاجه الحمد لله. كل حاجه يا جماعه موجوده عندكم في الفيديو بتاع الريفيو الكامل بالاسعار بكله. الاسعار ما بقتش دلوقتي غريبه على حد. انا اول ما روحت كنت شايفه ان الاسعار 750 و500، بس لقيت الاسعار 1250 و1000. عامله لكم فيديوهين، واحد للشاليه الاوضتين وواحد للشاليه 3 اوض، كل حاجه باينه قدامكم واضحه. ودمتم امارات، واشوفكم خير.